هلو هلو، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهارده بقى الوصفه الجميله اللي العيال كلها بيطلبوها، ورجعنا المدارس ويا مامي عايزين لازانيا، يا مامي عايزين لازانيا. ايوه، النهارده عندنا لازانيا باللحمه المفرومه بطريقه سهله جدا جدا ومش هتاخد منك اي وقت. نقول بسم الله ونبدا. في حله كده جميله حلوه هننزل بمعلقه سمنه نسيحها كويس، وهننزل بالبصله بتاعتنا. طبعا كميه البصل على قد كميه اللحمه اللي انت هتعمليها. هنا نزلت بالبصله، وانا بحب في البصله بتاعت العصاج يعني عامه اتبله كده شويه قبل ما انزل بباقي اللحمه والبهارات. حطيت شويه ملح صغيرين وشويه فلفل، وهنزل بتقلبتين كده عليهم. اول كده ما تحسي ان هما بداوا يتبلوا هنعمل ايه؟ هننزل بكميه اللحمه اللي عندك. ايوه، هنا عندي لحمه مفرومه انا فرماها وسط، طبعا لحمه حمراء من غير اي دهون، لان طبعا احنا بنعمل عصاج ما بنعملش لحمه مفرومه كفته ولا حاجه. بس هتبداي خلاص تنزلي باللحمه بقى، تبداي بقى تتبليها. عندي هنا بهارات لحمه، هيل، جوز الطيب، ورقه لورا، وملح وفلفل اسود. انا بحب احط ورقه لورا كده مع العصاج، بيديله طعم حلو قوي وبيبقى له نكهه يعني في العصاج بتاعي. بس كده تقلبتين، هتبدأ اللحمة تنزل ميتها، وبعدين هنزل عليها بباكت صلصة. طبعا الصلصة على حسب ما انتي عايزة. انا هنا بعمل لازانيا. طيب لما هاجي اعمل لازانيا، انا المكرونة اللي مستخدماها المكرونة اللي ما بتتسلقش، اللي هي بتتحط وهي ايه لسه نية في البايركس بتاعك او الصينية. فانا محتاجة العصاج بتاعي يكون فيه مرقة كتيرة، يعني المية بتاعته مع البشاميل هي اللي هتسوي لي المكرونه، فمش عايزه انشفه. فهنا لما حطيت الميه لقيت لون الصلصه مش زي ما انا حابه، زودت باكت كمان. طبعا على حسب نوع الصلصه اللي عندك وعلى حسب انتي رغبتك عايزه ايه. فانا هنا زودت الصلصه باكت كمان، وهزود كميه الميه، وطبعا هظبط الملح بتاعي. واكيد اكيد واحنا بنعمل دايما اي حاجه فيها صلصه ما ننساش زي ما احنا متعلمين دايما ايه؟ رشة السكر. ليه؟ علشان تعادل حموضة الصلصة بتاعتنا، ما نتعبش منها. هنا هو نزلت بمية سخنة، وهحط رشة السكر اللي انتوا عارفينها كده. بقى تظبطيها، تتأكدي ان اللحمة بتاعتك استوت واتسبكت كده تمام. انا زي ما قلت لكم عايزة الصلصة تتقل، بس مش عايزاها تبقى خفيفة خالص. كده خلصت انا العصاج بتاعي وخليته على جنب. هبدأ اعمل بقى الرو بتاعنا. شوية زيت عليهم معلقة سمنة، وهبدأ انزل بالدقيق بتاعي. انا هنا حطيت 4 معالق يعني تقريبا فنجان، بس حسيت ان الكمية هتبقى قليلة فهزود الدقيق تاني. هتشوفوا دلوقتي كده حتة هتلاقوني زودت عليهم معلقتين كمان. طبعا كل واحد على حسب رغبته. شوفي انتي البايركس بتاعك قد ايه، شوفي عدد الاسرة بتاعتك قد ايه، انتي براحتك يعني. عايزة تعملي 1، عايزة تعملي 2، كل واحد عارف ظروف بيته وعارف طريقته. انا بس كل اللي بقول لكم ان انا بديكوا تابس كده تمشوا عليها، وطبعا الكميات هكتبها لكم والتوابل والبهارات. بس زي ما قلت لكم كل ست بيت عارفه ظروفها وعارفه الكميات اللي مسموحه بيها تعملها قد ايه. كده خلاص انا اتاكدت ان البشاميل بتاعي استوى. هبدا هنا انزل بالحليب اللي عندي، وتبقي تقلبي. طبعا الحليب اللي انا نزلت بيه بارد. انا بعمل الرو، بعمل الدقيق سخن وبنزل بالحليب بارد. حابه تعملي انت كله بارد براحتك، تعمليه على البارد وترفعيه على النار عادي. عايزه تعمليه سخن عادي، اللي انت عايزاه. هتقولي لي مرمر انت هنا بتحطي ميه؟ بحط ميه. انا كميه اللبن اللي عندي لقيتها قليله شويه، بس هزود تاني دلوقتي. فعادي جدا جدا ممكن تحطي ميه. ليه بقى؟ لان انا عندي المكون بتاعي النينجا اللي قلت لكم عليه، اللي بحبه، اللي بيحل لي كل المشاكل، اللي بيديلي طعم الدسم وبيديلي طعم الحلويات. لو انا عايزه في اي سويت بعمله بيتقلب كريم شانتيه، اللي هو ايه؟ كريمه الخفق. ايوه، بس انا النهارده استخدمت كريمه الطبخ. كريمه الطبخ دي لو انت عندك اي حاجه محتاجه تحط لها كريمه او تحط لها قشطه او تحطي سمنه او تتقلي سمكها، هتعمل لك اللي انت عايزاه واكتر يعني. هنا زي ما قلت لكم زودت شويه لبن كمان، اتصرفت. ايوه، هنا بقى كميه البشاميل عندي بقت تمام. انا مش عايزه البشاميل يكون تقيل، هوريكم دلوقتي
هيبقى قوامه عامل ازاي، عشان زي ما قلت لكم انا مش بعمل مكرونه بالبشاميل العاديه، انا بعمل لازانيا، فالمكرونه بتاعتي مش مستويه. هنا التوابل: جوز الطيب، ملح وشويه فلفل اسود وشويه سكر. ايوه انا عايزه البشاميل يكون فيه تسكيره شويه فزودت عليه شويه سكر. طبعا دي تاب تعرفي عايزه تحطيها حطيها، مش عايزه انت حره براحتك، بس بتدي طعم البشاميل حلو قوي. وكمان ممكن تحطي مع البشاميل شويه بصله زي ما انا عملته لكم قبل كده في الوصفه اللي فاتت بتاعه الكوسه بالبشاميل، كان طعمه حلو جدا برده معايا. هنا بقى نزلت بكريمه الطبخ زي ما قلت لكم، دي مش كريمه خفق، دي كريمه طبخ. شوفوا خلت البشاميل كريمي ازاي وبقى لونه افتح وتحسوا انه بقى دسم. شوفوا بقى هنا على السباتيولا، لما تشوفوا سمك البشاميل هتعرفوا هو قد ايه، مش تقيل ولا خفيف. بصوا انا عايزاه يكون كده بالظبط. هنا بقى خلاص جبت البايركس وهبدأ انزل بالبشاميل تحت في القاع الاول، افرد الكمية اللي انا عايزاها، وهبدأ بقى هنا ارص الصينية بتاعتي واحدة واحدة كده بالراحة. انا بوريكم كل التبس عشان البنات الجداد اللي لسه بيتعلموها يعملوها. تحطي كده الشيتس بتاعتك وتظبطي الجناب بتاعتك. ايوه ممكن عادي جدا لو عندك حاجه مكسره تحطيها في الجناب، لو انت عندك جزء باقي تحطيه في الجناب. المهم تغطي كل الكميه باللازانيا بتاعتك. وهنا بقى بحط العصاب بالصلصه، شايفين المرقه فيه باينه. بتكملي طبعا بقى تفضلي تعملي الرقات دي كلها لغايه ما تخلصي الكميه اللي عندك. هي خطوه هتطول معاكي شويه بس على فكره ممتعه والله، تحسي كده انك بتأسسي حاجه واحده واحده. وتحطي بشاميل تاني وبعدين تنزلي تاني باللازانيا بتاعتك وبعد كده العصاج. معلش بقى ايه طولوا بالكم واستحملوني معاكم، بس في كده وصفات بتاخد وقت مننا، بس صدقوني بعد ما بتخلص الولاد بيفرحوا بيها، كل تعبنا بيروح، بتحسوا انتوا قد ايه انجزتوا حاجه الولاد بيحبوها. اعملوها كده واحده واحده. ايوه هنا شوفوا انا بقفل ازاي الفراغات، وهبدا انزل تاني بالصلصه بتاعتي باللحمه المفرومه. ايوه شوفوا الصلصه باينه ازاي. ده كله اللي هيبدا يسوي معاكي البشاميل المكرونه بتاعتك. طبعا كان شكلها حلو جدا بقى من الجنب كده في البايركس، تلاقي كده الطبقات باينه من الجنب. ايوه واحده واحده كده تحطي كل حاجه انت عايزاها. على فكره نوع اللازانيا دوت حلو جدا. طبعا في انواع حلوه برضو جدا في مصر بقت متوفره دلوقتي بكل الاشكال. انا على فكره بحب النوع اللي مش بيستوي ده، لان اللي بتحتاج سلق دايما لما باجي اسلقها وبطلعها بتلزق في بعضها وبتتعبني جدا عشان افصلها. ان ما كنتش اطلعها من الميه احطها في البايركس على طول، وده صعب جدا انه يحصل، بتلزق وما بتبقاش سهله. فانت لو عندك النوع ده ولقيتيه ما تخافيش هيستوي، بس انت اهم حاجه زي ما قلت لك تعملي البشاميل يكون مش تقيل قوي، يكون خفيف، وفي نفس الوقت العصاج بتاعك يكون فيه مرقه حلوه. دي بقى كده خلاص كانت اخر طبقه عندي، انا اهو حطيتها دلوقتي معاكم، وهنزل بعد كده عليها بالبشاميل عادي جدا. ظبطت الدنيا وخلاص. بعد ما خلصتها هحطها بقى طبعا في الفرن بتاعك، تكوني اكيد مسخنه الفرن قبلها على درجه حراره 200. هنحطها الاول من تحت بس، تكوني مشغله الفرن بتاعك تقريبا لمده نقول كده 25 دقيقه او نص ساعه. خلاص هتلاقيها استوت معاكي، تبداي تفتحي عليها الشوايه. طبعا هتحبي تحطي شويه جبن من فوق حطي زي ما انا هعمل دلوقتي، مش عايزه تحطي حاجه براحتك خالص. انا هنا كان عندي كده ميكس اجبان هنحطه دلوقتي مع بعض، بعد طبعا ما سويت الوش بالسباتولا ونضفت البايركس بتاعي كويس عشان ما يتحرقش منك في الفرن. ابدأي بقى انزلي بالجبن اللي عندك، عايزه تحطي جبنه رومي هتبقى حلوه معاها، عايزه تحطي ميكس موتزاريلا وكشكوان زي ما انا عملت حطي، عايزه تحطي بس موتزاريلا مش هتقول لا، تشيدر هتبقى تجنن معاها. كل اللي انت عايزه تعمليه اعمليه. طبعا كمان الصوص بتاع اللحمه المفرومه اللي انت عاملاه لو انت عايزه تحطي معاه زعتر او ريحان هيبقى حلو قوي، مش هيقول لا خالص، حطيه معاكي وهيبقى حلو جدا. هنا خلاص كانت دخلت الفرن وخرجت. نبدأ بقى نقطعها بكمية اللي انت عايزاها.
على حسب طبعا عدد أسرتك. كانت حلوة جدا 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 وكانت وصفة هايلة. طبعا حابة بقى تعملي معاها بانيه، عايزة تحطي معاها بطاطس محمرة اللي انت عايزاه، لكن انا بالنسبة لي كانت وجبة حلوة جدا وكفاية. يا رب تكون الوصفة عجبتكم. لو بتتفرجوا لغاية دلوقتي ما تنسوش نصلي على النبي وندعي لكل اخواتنا، ونعمل لايك وسبسكرايب وشير وكومنت حلو بيفرحني. لو بتتابعوني على التيك توك والانستجرام والفيسبوك ما تنسوش تعملوا فولو. بحبكم قوي قوي. باي باي.